90% من مستخدمين الهرمونات بيعملوا بي سي تي غلط. لو انت شخص بتستخدم هرمونات وخلاص حصلت على الجسم اللي انت عايزه او النتيجه اللي انت عايزها وقررت ان انت خلاص عايز ما تستخدمش هرمونات، فالحل المنطقي والسليم ان انت تعمل فتره تنظيف او بي سي تي. فتلاقي معظم الناس داخلين على جوجل او الكباتن يقوموا داخلين على جوجل يقوموا جايبين بي سي تي بروتوكول، يا باشا خد نولفاديكس، خد كلوميد، خد شويه اتش سي جي وهتبقى زي الفل، يبقى انت كده عملت بي سي تي. والحقيقه ان الكلام ده كله هاكس وفي الفاضي. فتره البي سي تي دي لازم تتم بعد ما الادويه او الهرمونات تكون خرجت من جسمك. يعني لازم تحسب الاستر لكل مركب انت استخدمته، لان الاستر هيكون ليه عمر نصفي معين وده بيتحكم في الكليرنس بتاعه. وطول ما المركب ده موجود في الدم ففي حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك لوب او اشارات عكسيه بتتبعت للغده النخاميه بتاعتك ان انت ما تفرزش تستوستيرون بصوره طبيعيه. ففكره ان انت مع اخر حقنه تستخدمها للهرمونات بعدها تنط تروح تشتري كلوميد ونولفاديكس وارماديكس وتقعد تحقن نفسك اتش سي جي، دي فكره غلط وما بتعملش نتيجه وبتعمل ضرر اكتر ما بتعمل نتيجه. وعلى فكره مش كل الناس بتحتاج بي سي تي بعد السايكل. البي سي تي برضه بيكون على حسب التحاليل بتاعتك. يعني انت بعد ما بتوقف هرمونات وتتاكد ان خلاص الدواء خرج من جسمك بحساب العمر النصفي بتاعه بان انت تضربه في 5 او بحساب الكليرنس تايم، بعدها بتروح تحلل تشوف يا باشا انت تحاليلك عامله ازاي، الاف اس اتش عامل ازاي، ال اتش عامل ازاي، الاستروجين عامل ازاي، البرولاكتين عامل ازاي، التستوستيرون عامل ازاي، وقتها تحدد هل انت محتاج بي سي تي ولا لا. ووقتها البي سي تي هيكون على حسب تحاليلك. يعني افرض مثلا انت الاف اس اتش والال اتش كله زي الفل بس الاستروجين عندك عالي، فنستخدم حاجه توطي الاستروجين شويه. انما مش بالشرط انك تروح تستخدم كل البروتوكول الكامل ده وانت اصلا مش محتاجه، لان انت كده بتعرض جسمك لاعراض جانبيه من استخدام الاكتر من دواء او البولي فارما. وعلى فكره بالنسبه للناس اللي بتستخدم تستوستيرون بس في السايكل بتاعها، لو انت بطلت اصلا هرمون وعدى فتره فجسمك بيرجع تاني ينتج الهرمونات بصوره طبيعيه. لان حتى مثلا في الدراسات اللي كانوا بيعملوها باستخدام جرعات لحد 600 مللي جرام تستوستيرون كانوا بيخلوا الناس توقف التستوستيرون وما بيعملهمش بروتوكول بي سي تي، وبيلاقوا ان بعد فتره 28 يوم بيرجعوا تاني للمعدل الطبيعي وتحاليلهم بتبقى سليمه. فكخلاصه مش شرط انك تكون محتاج تعمل بي سي تي، والبي سي تي لو هتعمله بيكون على حسب المركبات اللي انت استخدمتها، الاستر بتاعها، وبرده التحاليل بتاع